السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يلا بقى نخش كده على حلويات المذبح والأكلات الحلوة الجميلة بتاعة العيد الكبير كده. أول حاجة كده عملناها، جبنا الطحال سليم زي ما هو، حطيناه في مية بتغلى على النار وسبناه هيتسلق بملح وفلفل أسمر. أكتر من كده مفيش. معانا بقى هنا كبدة بلدي، ومعانا القلب، ومعانا الكلاوي. ويلا بقى نخش على الفيديو كده ونشوف ان احنا هنعمل ايه. ربنا يجعل ايامكم كلها سعيدة ومباركة، وشكرا على دعمكم ليا، وشكرا على اخر فيديو انا نزلته رفعته من الروح المعنوية. وربنا يا رب يديم المحبة ما بيننا كده دايما على طول. هنا بقول لهم اقطع ايديا بالسكينة، والله ما هي قطعة ايديا. السكينة كانت باردة خالص. اول حاجة كده معايا الكلاوي، حاولت بقى ان انا انضف اي زيادات فيها الاول، وهبدأ بقى ان انا اقطعها مكعبات. يا سلام على الاكله دي، اكله. وبعد كده مفيش طبعا. اكترية الناس بتحب تعملها بعد الاضحيه على طول، بيعملوها يوم العيد الصبح على حسب يعني. ربنا يا رب يعون كل واحد على حاله، واللي ربنا مديله يدي للي مش محتاج، يعني يدي للي محتاج قصدي كده يعني. المليان يكب على الفاضي زي ما بيقولوا. لكن اسمع ناس يقولك هنضحي بفرخة والكلام الفاضي ده. لا طبعا، ما تفتوش. وان وخير كده، وربنا هيسر الامور، واللي في مقدرته يعمل، واللي ما مقدرتوش خلاص. محدش جابر حد. لكن الاقي يقولك شيوخ مصرحة اللي يضحهم فراخ طبعا لا، ما تفتوش يا جماعة، ولا تقعدوا تخرفهم. ما تقوليش الدنيا بركة، لان هي يعني دي اللي بيجل في الدنيا. ما علينا. كده بقى هقطع بقى الكلاوي. وهنا بقى الطحال اهو. اول ما يغلي كده بحسس عليه، اللي جت لسه فيه حتت طريه بسيبه لحد ما احس ان هو ناشف كله تماما. ولازم أن يكون سليم. طبعا الميه بتاعته بتنكب، ملهاش اي استعمال خالص. بيتكب وبيتغسل، وهتشوفوا كل حاجه دلوقتي معايا. الدنيا حار، وربنا يعيني يا رب الناس على الصيام. انا صمت بصراحه 3 ايام. وفي يوم الرابح كده كنت قاعده قدام الفرن، وقفت خلاص ما قدرتش اتكلم. شربت ميه ما قدرتش اكمل اليوم. لكن طبعا يوم بقى ما فيهوش خبيز ولا كده بنصوم طبعا. الله يكون في عون الناس يعني وكده. قطعت بقى القلب، وبرغم والله كنت زعلانه خالص وانا بفطر، بالغصب عني وقفت ما قدرتش اكمل. هنا كان انسلك اهوت وخلاص. ميته بقى ده هتتكب، واسيبه على ما يبرد واشوف هيعمل في ايه. طبعا قطعت الكلاوي في طبق لوحده، وقطعت الجلب او الكوز زي ما بيقولوا في طبق لوحده. وشيلت الدهنه الزياده دي هستعملها واحتاجها. دخلت بقى على الكبد. هقطعها برضك مكعبات. هقطع جزء مكعبات وجزء شرايح، زي ما انت عايزه تقطعيه قطعي. دي يعني الطبق المشكل اللي انا هعمله ده. هعمل طبق مشكل بالكلاوي وبالقلب والكبده. وهعمل صينيه كبده لوحدها، وبالطحال. يعني هعمل صينيه مشكله وصينيه كبده لوحدها، عشان الاطفال يعني اللي انا حسبته لقيته. خفت اعمل كله على بعضه ما يرضوش ياكلوه. قلت اعمل لهم صينيه كبده لوحدها، عشان اللي مش عاوز ياكل دي ياكل دي يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفره كتير في الايام المباركه الحلوه الجميله دهيت. والله الواحد طول ما هو قاعد يعني دي اللي بيهون علينا، اللي احنا بنقعد نستغفر كده ونصلي على النبي ونسبح على قد ما بنقدر بنعمل، وربنا يستجاب. اهو اتخلصت بقى كله، ولميت الكبده. اسفه طبعا على المنظر اللحوسه دي. خدتها بقى على الحوض. حطيت على الكبده يجي حوالي نص كوبايه خل كده، وهسيبها تنزل دمها. طبعا مش هتلاقي فيها زفارة بعدها خالص. وغسلت الكلاوي، وغسلت القلب، يعني غسلت كل حاجة وسبتها لوحدها. تعالوا بقى هنا الطحال. طبعا في ناس مش بتحبه بترميه، وبس بصراحة بيبقى حلو يعني. اللي بيحبه يعمله، واللي مش بيحبه خلاص، دي حرية شخصية. أه هبدأ بقى انا اقشره واغسله سخن. طبعا مش قادرة امسكه خالص. هبدأ بقى انا اقشره، اشيل الزيادات من عليه. طبعا ما تقدريش تعملي فيه كده هو ناي. لو اتفتح مش هيتعرفي تسلقيه، هيبوظ وينيل الدنيا. فهو لا ولا بتقطع ولا اي حاجه الا لما يستوي الاول. انا سويته بميه وحبه ملح وفلفل اسمر، اكتر من كده ما عملتش فيه حاجه. هبدأ بقى انا اقطعه شرايح. طبعا غسلت الصينيه كويس جدا من الزفاره،
هقطعه شرايح رقيقة على قد ما تقدري خالص خالص خالص، لانه بيبقى طري لو ما نشفش حلو ومش بيبقى طعمه حلو في الاكل خالص. جبت بقى الدهنة اللي انا كنت شايلاها زيادة من القلب، حطيت عليها سقطة زيت صغيرة وفي صينية كده، وهبدأ بقى اللي انا سيحتها هنا اهو. هنزل بشرايح بقى ايه الطحال اهو. هتنيني بقى اشوح فيها لحد ما احس ان هي نشفت واحمرت خالص. هتشوفوا كل حاجة معايا اهو. وحشتوني اقسم بالله وحشتوني، لو تفعلوا القناة بس معايا شوية كده وتشدوا معايا شوية كده، هتلاقوا مني طلع طاقة ايجابية وهتحبوا كل حاجة والله. بس قلة التفاعل وكده اللي بيخليني نفسي تنسد، واللي انا مصورش. يعني انتوا اللي بترفعونا، ترفعوا روحنا المعنوية خالص في سابع سما، وانتوا اللي بتنزلوها في سابع ارض. فدي حاجة بتبقى بايد المتابع مش بايدي انا. انتوا اللي تخلوني ممكن انزل فيديوهين في اليوم، وانتوا اللي ممكن تخلوني اقفلها خالص. فدي حاجة بتبقى تبع طبعا لما بتلاقي مفيش تفاعل، طب انت تشتغل لمين؟ هتشتغل للهوا؟ فالله المستعان، الله المستعان. طبعا بقى بعد ما شوحت الطحال، نزلت بالقلب في النص كده، جنبت الطحال كده في الجوانب، ونزلت بابا في النص ايه عملت له تشويح. طبعا جبت صينيه هنا تانية، حطيت برضو كفايه حتتين دهنه كده لحد ما ساحهم، ونزلت بتلات ارباع كميه الكبده اللي معايا صافيه، ما حطيتش عليها اكتر من الفلفل اللي متقطع شرايح ده اهي. قلت عشان خاطر ايه الولاد، وفعلا والله اللي حسبته لقيته. حطيت بقى ملح، فلفل، كزبره، واكتر برضو من كده ما حطيتش. وهجيب معلقه دقه حلوه بقى بالشطه، بهرسه الشطه وبالثوم واحطها. بس هو كده، فلفل اخضر، وحطيت ملح وفلفل وكمون وكزبره. ولو عندك بهارات حلوه ريحتها حلوه كده تنفع للكبده حطي، ما عندكش خلاص استكفي بكده وخلاص. طبعا بعد ما سويت الطحال، حطيت ال القلب، وبرضو استوى كده وتشوح شويه. نزلت بالكلاوي اهو بالتدريج، بوسح كده في الجوانب وانزل في النص لحد ما تاخد صدمه معايا كده، اجي مقلبه كله ببعضه. وعملت صينيه الكبده الصافيه ديت لوحدها مع نفسها. ومعايا بقى بقيه الكبده اهي هضيفها على الصينيه بقى بتاعت الحلويات التانية ديت في الاخر، لان الكبده ما بتاخدش سوا كتير. لو سويتها كتير بتشد وتنشف وما بيبقاش طعمها حلو خالص، يا دوبك تنشف من دمها خلاص سك عليها. ومعايا برضو كده ايه بقيه الفلفل نزلت بيها عليها. هسوي بقى الطحال والقلب والكلاوي، كل ده هسويه مع بعضه تلات ارباع سوا خلاص. يعني هو خلاص جرب ان هو يستوي خلاص. هنزل ببقيه الكبده اللي معايا في الاخر. ما ينفعش ان انا انزل بالكبده معاهم كده في الاول، ده حاجات بتاخد سوا والكبده ما بتاخدش سوا اهو. بعد ما بدأت بقى اللي هي تستوي معايا كلها الطحال بقى والكبده والكلا قصدي والقلب والكلاوي، نزلت بالكبده اللي كانوا فاضلين معايا في الاخر اهو. بقول لهم هي كده خلاص استوت اهي. اول مره من حوالي عن 10 سنين افطر في ال10 ايام، والله فطرت فيه غصب عني. كنا في اليوم ده بنخبز وكده، ما قدرتش اتكلم قدام الفرن خالص، وقلت لهم الحقوني هيغمى عليا. يلا ربنا يسامحني بقى، بكمل صيام تاني عادي. خلاص الكبده دي استوت وطفيت عليها، والتانية برضو ايه استوت وطفيت عليها. اكله مية مية. يا سلام يا سلام يا سلام. واهم حاجه معلقه الدقه بالثوم ديت تضيفيها عليها بدل الملح الابيض، تديها نكهه وريحه وحاجه تانية خالص. طبعا طبق الحلويات ده ما يفهموش الا الناس الكبيره، طبعا العيال الصغيره مش هيفهموه خالص. العيال الصغيره ما اديش دوم فيه، كله بقى ياكل كبده صافيه. فانا رضيت الطرفين، عملت هنا وهنا. وعملنا بقى بطاطس وليمون مخلل وبجنجان وفلفل، واكله حلوه. والسلام عليكم.